هو احنا ليه ما نستفادش من اللعيبة او الناس اللي كانت لعيبة عندنا وعينهم حلوة؟ يعني بيعرفوا يجيبوا لعيبة، مش اي لاعب تتعاقد معاه والسلام. في يعني الناس اللي لعبوا الكورة بتبقى عارفة اذا كان اللاعب ده موهبة ولا مش موهبة، هيبقى له مستقبل في كرة القدم ولا هيبقى لاعب موظف. النهارده هنتكلم عن واحد من اهم الكشافين دول، او واحد من اهم الناس اللي لعبت لنادي الزمالك في الفتره الذهبيه، جيل الاحلام، الكابتن طارق السيد. الكابتن طارق السيد واحد من افضل باكات الشمال اللي جم في تاريخ نادي الزمالك. كابتن طارق السيد في 2015 راح للزمالك وقال لهم في ولد بيلعب في اسكان مدينه نصر اسمه احمد فتوح، كان سعره في 2015 3000 جنيه. كان اللاعب سعره 3000 جنيه. قال لهم اللاعب ده هيبقى احسن باك شمال في مصر. رد اداره نادي الزمالك ساعتها، قالوا خلاص احنا هنجهز الفلوس ونروح نشتريه ووش الضيف، لحد ما نادي انبي راح يشتري اللاعب. نادي انبي راح يشتري اللاعب احمد فتوح ساعتها ب50,000 جنيه. يوم الكابتن طارق السيد رايح شاري اللاعب ب20,000 جنيه من جيبه وموديه هديه لنادي الزمالك. دلوقتي احمد فتوح الباك الاساسي في نادي الزمالك وفي منتخب مصر. ادي واحد. رقم 2 احمد السيد زيزو في 2019 راح اتمرن تمرينه واحده معاه لما كان الكابتن طارق السيد ماسك نادي المنيا، كان المدير الفني لنادي المنيا. شاف اللاعب راح مكلم وكيل اعماله او وكيل اعمال جروس، وبالفعل اللاعب انتقل لنادي الزمالك. ودلوقتي احمد السيد زيزو افضل جناح يمين في الدوري المصري، او افضل لاعب في مصر. السنه دي الكابتن طارق السيد طلع بتصريح مع مهيب عبد الهادي، قال في مدافع انا رشحته لنادي الزمالك. المدافع ده لو في خلال سنه لو ما لعبش في منتخب مصر انا هدفع فلوسه من جيبي. الفلوس اللي نادي الزمالك اشتريته بيها انا هدفعها من جيبي. المدافع ده كان مين؟ كان مودي ناصر، اللي هو اللي انبي اشتراه حاليا. واحنا دلوقتي بندور على مدافع. ليه؟ عشان الاصابات اللي عندنا. فاحنا ليه كنادي الزمالك ما نستفادش بلاعب زي ده، او ما نستفادش بواحد عينه حلوه في اللعيبه زي الكابتن طارق السيد؟ ليه؟ ولا عينه بينه يعني الراجل له سوابق قبل كده في اكتشاف اللعيبه، ومش عايز مقابل ولا عايز اي حاجه خالص، يعني بيعمل كده حبا في نادي الزمالك. انا ليه ما استفادش منه؟